السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض شوية برجر كده يستاهلوا بقكم. هنعمله بسر الصنعة زي ما بيقول الكتاب، ازاي يطلع معاكي متماسك وطعمه مميز زي بتاع الجزار اللي احنا بنشتريه من بره. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. في البداية كده هنجيب الكبة بتاعتنا. هنزل في الكبة بتاعتنا ب200 جرام من اللية او الدهنة. لو عندك ليا ضاني يا سلام بقى على الطعم بتاعه، يبقى طعمه تحفة قوي. لو ما عندكيش اللية الضاني هتجيبي دهنة عادي، يبقى 200 جرام من الدهنة. فرمتهم بقوا ناعمين بالشكل ده. وجبت 8 قرون من الفلفل، نضفتهم كده من البذر اللي فيهم. اخدت 7 قرون او 6 قرون من الفلفل العادي اللي هو البارد، وضفت كمان قرنين 2 فلفل حامي عشان برضو يبقى سبايسي، حاجة بسيطة. هو مش هيبقى حامي قوي ولا هيبان فيه الحموة بتاعه خالص. تمام. ضفت كده 8 قرون من الفلفل، هفرمهم لحد ما يبقى ناعم معانا خالص بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب 4 كوبايات من فول الصويا. انا غسلاه كويس ونقعته لمدة ساعتين في المية، وبعد كده صفيته من المية. يبقى 4 كوبايات من اللي هي كوباية الشاي اللي احنا بنشرب فيها الشاي. على كل ربع كيلو لحمة بتضيفي كوباية من فول الصويا وقرنين 2 فلفل حامي بارد زي ما انتي عايزة بقى، و50 جرام من اللية. تمام. انا كده ضفت 4 كوبايات من فول الصويا على المقادير بتاعتنا، وهقلبها تقليبه كويسه جدا لحد ما تبقى ناعمه معانا. بتفرميها بقى وكل شويه بتقلبيها لحد ما تبقى عجينه متماسكه معاكي كده. تمام. كل شويه بقى بقلبها لحد ما تبقى عجينه معانا وتتفرم كويس. هقلبها برضو كمان تقليبه كده عشان تبقى ناعمه معانا خالص كده. تمام، بقت عجينه معانا. هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا. معايا معلقه كبيره من معالق الاكل اللي احنا بناكل بيها، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره شطه، معلقه صغيره فلفل الاسود، ومعلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. هي دي كل البهارات بتاعتنا. وهضيف كمان كيس من بهارات البرجر. تمام. بهارات البرجر ديت بتفرق كتير قوي في الطعم. اخد الكيس ده كله هنزل بيه على الكيلو من اللحمه المفرومه. يعني كل اللي انا عملته ده مقدير كيلو من اللحمه المفرومه. زي ما قلت لكم، عايزه بقى تعملي ربع كيلو لحمه هتضيفي حوالي كل ربع كيلو لحمه 50 جرام من اللي او الدهنه، وقرنين 2 فلفل حامي او بارد زي ما انت عايزه. ممكن تاخدي واحد وواحد. وكوبايه من كوبايات الشاي فول صويا بتنقعيه قبل ما تضيفيها. مكونات بسيطه جدا جدا والله، وتاكلي احلى برجر. هنقلب بقى المقادير بتاعتنا كده في الكبه لحد ما تمتزج كويس. مش عايزين برضو نستعجل في الخطوه دي عشان المقادير كلها تبقى ناعمه معاكي، عشان لما تيجي تحمري البرجر ما يفكش معاكي في الزيت. المقادير دي مظبوطه 100%. كده فرمنا المقادير بتاعتنا كويس. نزلت بقى باللحمه بتاعتنا. زي ما قلت لكم انا بعمل دلوقتي كيلو من اللحمه المفرومه. هنزل كده باللحمه المفرومه بتاعتنا، وهنفرمها برضو لحد ما تمتزج كويس مع المكونات بتاعتنا وتبقى عجينه ناعمه خالص. زي ما قلت لكم ما تستعجلوش خالص لحد ما تبقى ناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والله هتاكلوا احلى برجر، وطريقته سهله وموفره. كفايه قوي ان انت عاملاه في البيت بايديك النظيفه، ما انتش ضامنه بره بيعملوه ازاي. كده خلاص نزلت بقى بالعجينه بتاعه البرجر، بقت جاهزه خلاص. نزلت بيها في بوله فاضيه، ويلا نشوف هنشكله ازاي وبقى زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. شايفين شكله جميل ازاي؟ هقولكوا ازاي بقى نغلفه بالشكل ده، وازاي تحطيه في علبه وتستخدميه ازاي. اول حاجه انا بجيب اكياس من اكياس التلاجة، بقسم الكيسه على 4 اجزاء. كيس التلاجة اللي هي بتاعه اللبن، بقسم الكيسه على 4 اجزاء. باخد ربع الكيسه كده بحطه تحت في المكبس من تحت، وبحط العجينه بتاعتي، وبحط ورقه تانية على الوش، واكبس برضو من فوق. بيطلع معانا حلو قوي. ده طبعا قطع جامبو كبيره، فانت لو عايزه تعملي قطع صغيره ممكن بغطا برطمان من عندك تعملي بيه عادي، مفيش مشكله. اهو نزلت بالورقه كده الاول في المكبس كده، وبعد كده نزلت بالمعلقه، معلقتين 2 او معلقه كبيره، وحطيت ورقه على الوش، ونزلت بالمكبس كده. بيطلع شكله حلو قوي، وبقى شكله متساوي وسهل جدا، وما بياخدش منك دقايق. حاولي بقى تلفيها بكيسه من تحت كده،
وترصي فيها في برطمان عندك، في علبة عندك كده فاضية من علب التلاجة، وتطلعي الواحدة بوحدتها كده بالورقة بتاعتها، تيجي تشدي الورقة بيطلع معاكي سهل جدا. اهو بحط الورقة الاول، بحط الجزء بقى اللي انا هحطه، عايزاه بقى تخين عايزاه رفيع زي ما انت عايزة، وبتحطي الورقة من فوق وبتكبسي، تشيلي الورقة كده وتغطي بقى من تحت كده، اهو يبقى بالشكل ده كده. اظن مفيش اسهل من كده، وكمان حاجة نضيفة من عمايل ايديكي. طريقة سهلة جدا جدا، جربوها وان شاء الله مش هتندموا، هيوفر معاكي وكمان طعمه احلى من بره بكتير. يا ريت بقى لو وصلتوا هنا لحد الفيديو اوعوا تبخلوا عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. كده بقى اخلص الكمية كلها اللي معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طريقة سهلة وهيعمل معاكي كمية كبيرة واوفر من بره بكتير، وكمان طعم مميز. ان شاء الله مش هتندموا لو جربتوا الطريقة دي، طريقة سهلة جدا. دي بالظبط طريقة المصانع. طبعا انا عامله القطع الجامبو الكبيره، يعني لو حابه تعملي القطع الصغيره ببرطمان، عندك برطمان عسل، برطمان مربى، زي ما انت عايزه، نفس الطريقه بالظبط. كده خلصناه وعبينا في علبة تلاجة، بشيله بقى في الفريزر. وبعد كده بسحب بقى الكمية اللي انا عاوزاها وبحمرها. بسخن الطاسة قوي كده الاول عشان طبعا في مادة دهنية، ما بضيفش زيت. بسخن الطاسة كويس وبنزل كده بالبرجر في قلب الطاسة، وما بديش جنبها خالص الا لما تحمر من تحتها. مجرد ما تحمر من تحتها بقلبها كده على الوش التاني. تعرفي ازاي انها احمرت من جنبيها من تحت كده؟ بتقلبيها بتتقلب معاكي في الطاسه. شايفين بقى الايدام اللي بينزل منها؟ يعني ما تضيفيش زيت خالص، طالما عاملاه بليه او دهن ضاني ما تضيفيش زيت خالص. يا ريت بقى كده لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.